بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. واش راكم يا زينات؟ لاباس ان شاء الله. من يدخلكم هذا الفيديو لقاكم بخير وعلى خير والله. واللي راهي تشوف الفيديو لاول مره نقول لك اشتركي في القناه، لايكا تعليقا باش يصلك كل ما هو جديد والفائده تعم الجميع. نقول لكم تموت عليكم قناه نجاح المراه في حياتها. حبيباتي، على بالي بلي راني طولت عليكم، الله غالب لي بعض الظروف الصحيه، غير سمحوا لي خواتاتي. نقول لكم صحه رمضانكم ينعاد عليكم بالصحه والهنا. اللهم اعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. حبيباتي، ما تنسونيش في داك اللايك وداك التعليق الشباب تاعكم، حفزونا هكا باش نزيدو نمدولكم المزيد. حبيباتي، شوفوا الفيديو نتاع اليوم وهو كيفاش تربي بنتك وتخليها لالات انسى. واحدة الاخت خلت لي تعليق وقالت لي تحدينا كيفاش نربو بنياتنا. قالت لك البنت تاعها قالت لك باللي ما تعرفنيش دير على ريان واحد اخرين وما ديرش على رايي. قالت لكم تعبت معاها، قالت لي عقلانيا وجسديا. قالت لي حبيبتي وريني كيفاش نتعامل مع بنتي. شوفي حبيبتي، اليكي بعض الطرق اللي غادي نعطيهم لك او النصائح اللي غادي نعطيهم لك باش تعلمي بنتك. الا تبعتيهم حبيبتي راهي تنجح معاك الطريقه وان شاء الله تخرج لك ليلة انسى. تربيه البنت تعتمد على قيم ديننا وتقاليدنا واحترام الذات. شوفي اختي، باش تعلمي بنتك وتكون بنت لا تنسى وتكون محترمه، اليك بعض النصائح الا طبقتيهم حبيبتي راكي تنجحي في تربيه بنتك. شوفي اختي، علمي بنتك الاحترام العائله والكبار. إلا علمتي احترام العائلة يعني تعلميها احترام جداتها وجدها وعماتها وعمها وخالاتها وخوالاتها، يعني القول دائما قولي لها اللي ما يعرفش يشكر الوالدين ما فيه حتى خير. قال لك اللي ما فيه خير في أهله ما فيه خير في نفسه. هذه دائما حطيها عبرة لبنتك في ودنيها، قولها احترام العائلة واجب عليك بنتي، بالعقل وفهمي بنيتك. ناس بكري حطيها لها منيقيشة في ودنها. علمي بنتك قوليها احترام العائلة واحترام الكبير. ما ترجعيش الهضرة على الناس، ما ترجعيش الهضرة على الكبار، اعطي الاحترام للكبير. هكا بنتك تتربى وتولي تحترمك انت. مام كي تتربى على هذيك العاده الاحترام الكبير انت وتحترمك. فهمتي حبيبتي؟ الحاجه الثانيه، علمي بنتك تعليم القراءه وشجعيها على التفوق في الدراسه. البنت اللي قالها تعلم وشوفي التعليم يزيد فيها الثقه في نفسها وتقدر تخدم روحها في المستقبل. علميها دينها. شوفي، علميها التعليم الأول للبنت هو علميها دينها، يعني قراءة القرآن، وعلميها الأحكام. شوفي مثل الصوم والصلاة. شوفي، تعلمي بنتك الصلاة وقراءة القرآن وتعلميها دينها. شوفي، هما أساسيات الأخلاق في الإسلام. بنتك تتربى وترجع متربية. فوقيها في دراستها، قريها، بدلي مجهود معاها، دائما كوني سند لها، شجعيها، دائما تكوني مشجعتها. فهمتي حبيبتي؟ علمي بنتك الثقة في نفسها. شوفوا بنتي، إلا خرجتي علمتي بنتك قراءة القرآن والصلاة وعلمتيها الصوم، علمتيها كيفاش تصدق على الناس، علمتيها طريقة دينها، تخرج بنت ما شاء الله، تخرج بنت مربية وواعية وطايعة والديها. فهمتي حبيبتي؟ الحاجة الثالثة اللي نقولها لك، علمي بنتك ما تكذبش. دائما قولي لها البنت باش تكون لا تنسى ما تكذبش على يماها. علميها ما تغش، علميها ما تنممش، علميها دائما تكون صادقة وطيبة مع الناس. فهمتي حبيبتي؟ هذا هو دبر الأخلاق الحسن. هادو هما كي تكون عندها دبر الأخلاق الحسن
تخرج بنتك لا تنسى وتخرج مطيعة حبيبتي. حبيبتي علميها الاستقلالية والمسؤولية، يعني باش تكون بنت قوية خليها دائما تشاركك في شغل البيت، مثل التنظيف أو الطبخ، تدبير مصروف بسيط هكا في الدار، مصاريفة صغيرة خفيفة هكا، وريلها كيفاش تتصرف بها. واجبها باش تعرف تقدير قيمة الجهد نتاعك، وتكون مسؤولة في وقتها على الواجبات نتاعها. ماشي هي من تجي تعاونك انتي ترفضي تقولي لها لا خليني انا ندير. لا، علمي بنتك التنظيف والطبخ، علميها تصرف مصروف قليل، وريلها كيفاش باش تدبر المسؤولية نتاعها في صغرها. كي تكبر تخرج بنت ما شاء الله، فهمتي؟ حاجة أخرى، عوديها على الحياء والاحترام، يعني حياء في الإيمان. علميها تحافظ على اللباس، تكون لباس محتشم وتحترم خصوصياتها. خليها دائما تكون دائما قريبة منك، شرحي لها الموضوع بكل احترام، وما تكونيش قاسية على بنتك. مين تكوني تتحاوري معها ما تكونيش قاسية معها، فهمتي؟ عوديها وعلميها على الاحترام والحياء. كي تبغي باغ اكزومبل في الدار عندك تبغي ترتدي الملابس تاعها، تغير الملابس تاعها، ما تبدلهمش قدام خوتها، ما تبدلهمش قدام العائله، من غير العائله تاعها وما تبدلش قدامها، مثل الاب، الاخوه، ولاد العم اللي جاو عندكم، بنات العم. دائما تبغي تبدل الملابس تاعها، تدخل للغرفه وتبدل الملابس تاعها. هذا هو الاحترام والاحتشام، فهمتي حبيبتي؟ علميها الحياء، علميها كي تدخل على عائله تلاقتها مجمعه في بيتهم، جاو ضياف، علميها تحترم، تدخل تسلم، تواجب وتخرج، فهمتي؟ علمي بنتك الاحترام الغير، تخرج بنت ما شاء الله، بنت وعليها الكلام، فهمتي حبيبتي؟ في حبيبتي دائما شجعيها وشكريها ومدحيها، وقولي لها انتي بنتي لا تنسى، بنتي ما كاش كيفها، بنتي قولها انتي زهرة، انتي عوينتي. دائما كوني سند ليها، ما تكونيش قاسية مع بنتك، فهمتي حبيبتي؟ باش تلزي بنتك وتجبدي بنتك وناس اخرى ما تتصرفش التصرف تاعك، الدور تاعك انتيا اللي تكوني باش تتصرفيه مع بنتك يدوه ناس اخرين، تلقاه عند ناس اخرين. هي لا، كوني انتي رطبه مع بنتك، باسكو راهي لاقيه. يعني نتحدث على هذا الموضوع الاخت اللي قالت لي عليه، بنتك راهي لاقيه من جهه اخرى، كيما نقولوا حنا حاجه رطبه راهي ميلت لها، بس كنتيا راكي بالك قاسيه معاه حبيبتي. انا مانيش نعرف ظروفك، بس خلي سيري تعليق راني نواجبك على الموضوع اللي راكي تقولي عليه. كوني لينه معاها، كوني رطبه معاها، كوني حنونه معاها، كوني الصدر، كي يقول لك المصري الصدر الحنين على بنتك، باش اي حاجه تصرى تجي بنتك تحكيها لك، انتي شجعيها، فهمتي؟ ما مشجعيها على الهويات اللي تحبهم، الهويه اللي تحبها هي. الا كانت صغيره تبغي الرسم، تبغي المطالعه، تبغي الخياطه، تبغي الرياضه، اي حاجه بغاتها هي شجعيها، انتي كوني سند لها، ما تجيش ضد بنتك باش تولي انتي محاربه لبنتك وتكوني عدوه لبنتك. لا حبيبتي، دائما كوني مشجعه لبنتك، فهمتي؟ بنتي الا ما قربتيش منها من الصغر، ملي تكون كي قالت لك نبته صغيره وحننتي عليها، عرفي باللي بنتك كي غادي تكبر ما تدورش من الجهه نتاعك انتي، ما توليش تعطيك الاحترام، ما توليش محبه ليك، محببه ليك، تولي تساند ناس اخرى عليك، بس كنتيا ما عطيتيهاش الاحترام، ما عطيتيهاش الحب. ما كوني ساند لبناتك باش من بعد تحصدي، واش زرعتي تحصدي تلقاي، ما تكونيش عدوه لبنتك، فهمتي؟
كوني ام مثاليه لبنتك. بنتك واش شافت عندك في الدار راهي تقلد الام نتاعها، فهمتي؟ كوني انت محترمه تكون بنتك تاني محترمه. انتي كوني اخلاق طيبه تكون بنتك اخلاق طيبه واخلاق حسنه. كيما تزرعي قلت لك، كيما تحصدي، طبيعتك انتي تديها بنت في ربيها على التواصل مع الناس صح، فيها تحترم الجار وتساعد الضعفاء وتكون لينة في الكلام مع الناس. حبيبتي عوضيها، ما تسكتش على الظلم، تشوف الظلم ما تسكتش، عوضيها لو كان يظلموها تجيب حقها بكل احترام. فهمتي حبيبتي؟ تكون مسؤولة على كل تصرفاتها باش تخرجي أمرا ونص وللات انسى حبيبتي. اللي قلها تعتمد على روح. والبنات جوهرة الدار، تعلميها على القيم والأخلاق، تشوفي فيها نور وإيمان حبيبتي. كوني دائما داعمة لبنتك، تخرجي لا تنسى وتخرجي تربية صالحة لبنتك. فهمتوا يا حبيبتي؟ هذا هو موضوعنا نتاع اليوم. معليش نقول لكم البنات اللي عجبات الفيديو تخلينا لايكاتكم وتعليقاتكم حبيباتي، وصحة فطوركم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.